طلبة تالتة ثانوي أدبي. لازم دالة الكثافة جاية في 2022. بص إذا كان س متغير عشوائي متصل دالة كثافته لازم تجي لك المسألة دي، بتيجي اختر على فكرة. هتستعمل الآلة الحاسبة وتطلعها بسرعة. هتجيب الآلة الحاسبة بس لازم تكون زي دي أو 991. هتضغط على الزر اللي هو ده بتاع التكامل ده أهو، وهتكتب المسألة دي جوه الآلة. هتيجي على المربعين اللي هم دول اهو. هتكتب فوق اكس زائد واحد. فين الاكس مستر؟ ليه الفا مع فتحة القوس اهي، وبعدين زائد واحد، ادي زائد واحد اللي هو فين اهو. انزل تحت بالسهم واكتب 12، ادي واحد 12. طيب بدك نكتب الحدود. هو طبعا طالب منك لمسين اكبر من الاثنين، اكبر من اثنين يعني من اثنين لعند اربعة، اكبر من اثنين، من اثنين لعند اربعة. هنيجي هنا نكتب هنا اثنين، ادي هنا اثنين، ونطلع فوق نكتب اربعة بس كده، وقولها يساوي. هتطلع الإجابة كام؟ 2 على 3. 2 على 3 أهي الإجابة 2 على 3. فبلاش تضيع وقت في الامتحان طالما اختار. طيب تعال نشوف مسألة تانية. شوف اللي بعديها اللي هي رقم 9، برضه متغير عشوائي ده اللي كثافته. المسألة هي بس عايز المساحة بتاعتك من 3 لعند ال5. نفس الفكرة بالظبط. هتيجي على الزرار ده بتاع التكامل ده أهو، وهنيجي على المربعين أيضا أهو. هنكتب فوق إكس ناقص واحد. الفت خلاص أهو، ألفا إكس ناقص واحد. انزل تحت هتكتب كام؟ 8. روح بقى لحدود التكامل. انت عايز منين؟ في 8 هتيجي من لفين؟ هتيجي من 3 ل 5. اكتب هنا 3 واطلع فوق كده اهو، اكتب 5 بس وقول له يساوي. كام الإجابة؟ هتقول لك 3 على 4. في 3 على 4 اهي. شفت انت حلينا كام مسألة؟ مفيش في ثواني. طيب يا مستر لو عندي برضو مسألة زي دي اللي هي 3 جايه في 2023 فيها ثابت زي ده، ولا تزعل نفسك. انت هتروح برضو نفسك لما تيجي هنا اهو تعمل علامة، وبعدين نيجي على المربعين نكتب 1 على 24 ادي فوق 1، وبعدين على 24، وبعدين هنجيب السهم كده عشان نكتب الاكس. الاكس ده الفا اكس خلاص اتعلمت، زائد الكاف دي انت مش عارفها كام صح؟ فانت هتعوض بالاختيارات. هنعوض ب1 على 32، يعني هعمل مربعين كده واكتب 1 على 32 ادي 1 على 3 2، وهنروح نكتب حدود التكامل. حدود التكامل بتاعتك من 1 ل 5 ادي الواحد، وهطلع فوق اكتب 5. والله اذا المساحه دي طلعت 1 يبقى الكاف كانت فعلا ب، يعني هضغط على يساوي. المساحه طلعت 5 4، لا يبقى مش كانت 1 على 32. يبقى احنا هنروح نشيل 1 على 32 دي، وهنروح نشيل 1 على 32 ونجرب الايه؟ نجرب 1 على 16. شيل دي بص اهو، 1 على 16 ادي 6 1، وقول لها يساوي. ان طلعت 1 يبقى الاجابه دي صح. برضو مش طلعت هي، خلاص اوكي. يبقى انا برضو نفس الكلام، هروح اجيب برضو اشيل ديت واشيل وانزل هنا تحت. هنشيل 1 على 16 ونحط الاجابه اللي بعديها اللي هي 1 على 8 ادي 1 على 8، وهقول لها يساوي. ان طلعت 1 يبقى هي الاجابه دي اهي. يبقى الاجابه تمن. كده انت استريحت. يبقى انت في لما يديك ثابت عوض بالاختيارات. اشوفكم في التكمله، تابعني لعند يوم الامتحان هتجيب النهايه ان شاء الله في الاحصاء. تالتة ثانوي ادبي. اشوفكم في فيديو اخر.